حضراتكم دلوقتي طبعا في بعد 25 يناير 2011 في نفوس ضعيفة استغلت ترهل بعض الأجهزة في الدولة، وإن هناك لا كان هناك رقيب ولا حد بيحاسب، وفي نفوس ضعيفة استغلت ده وقامت ببناء العديد من الأدوار المخالفة، وبالأخص في محافظة الإسكندرية، وتقدر تقريبا على ما أعتقد 26,000 مخالفة مباني. لما نلاقي حضراتكم عرض الشارع 6 متر وبرج قايم على 6 متر، ده مثلا 20-30 دور، يعني ده ما فيش شك إنه هو بيسبب أضرار جسيمة جدا لشبكة الصرف الصحي، بيسبب أضرار جسيمة للكهرباء، ضغط زيادة على الكهرباء. المحول اللي للعمارة مثلا 10 أدوار، لا ده بيتحمل عليها 10 أدوار تانية، فده بيعمل تهالك في شبكة الصرف الصحي، بيعمل تهالك في شبكة المياه، وأيضا بيعمل تهالك للكهرباء. مخالفات المباني في محافظة الإسكندرية مسلسل لا ينتهي. المحافظة بدورها بتقوم بحملة مكبرة أو حملات مكبرة لإزالة هذه المخالفات. كاميرا برنامج ملفات انتقل لمحافظة الإسكندرية من خلال مراسلنا مصطفى ياسين. هنشوف معاكم هذا التقرير. هي الإسكندرية عروس البحر المتوسط، والتي كان حظها في توارث تباعا لانتشار عشرات الآلاف من الأبراج السكنية المخالفة، وأيضا الآيلة للسقوط بسبب غياب الوعي والإشراف والمتابعة وتنفيذ القانون بالتصدي لأصحاب تلك العقارات ومقاولي البناء بدون ترخيص لها من الأحياء المختلفة بالمحافظة. فبعد ثورة 25 من يناير ومع غياب الأمن وقتئذ، كانت تتزايد تلك العقارات المخالفة بصورة غير حضارية، حتى أصبحت تهدد أهالي ومواطني الإسكندرية بخطر داهم ولاحق من عدم تنظيم المباني وهول ارتفاعاتها، مما يسبب ضعف بشبكة المياه بها، وانسداد دائم بالصرف الصحي، وانقطاع للكهرباء، وإتلاف وانصهار المولدات العامة بها نتيجة الضغط الكبير، لتصبح هي في معاناة حقيقية نفتح معا ملفاتها الآن. تحركوا لان دي قنبله موقوته، يعني مؤاخذه ديك النهار انا كنت ماشي وستر ربنا في بلكونه وقعت من العماره الجديده. في رقابه عليهم، مش هيبقى في الكلام ده خالص. اثرها الحالي قله الميه في المواسير، ما حدش بيطلع له ميه دلوقتي حتى لو في اول دور بكميه المباني الجديده دي كلها. فعلى مدار السنوات الاخيره الماضيه انهار بالاسكندريه العديد من تلك العقارات نتيجة مخالفة اشتراطات البناء وارتفاع عدد الأدوار والذي يفوق المسموح به برخصة البناء، مما زاد التحميل على التربة والبنية التحتية، ولم يحاسب المالك الأصلي للأرض أو المقاول، وكذلك الكحول الذي يتصدر المشهد كاملا والذي يظل يبحث القانون عنه ويصدر ضده أحكام عديدة ولا تنفذ، حيث تحفظ جميعها في الأدراج لعدم الاستدلال عليه أو الوصول إليه. والله انا شايف الاجراءات المفروض تبقى حاسمه شويه، يعني قوانين تتطبق كويس، كل واحد يشوف شغله بما يرضي الله. انت انتشار النهارده تطلع عرض الشارع 10 و15 مره عرض الشارع، وده طبعا غلط كبير جدا على البنيه التحتيه وعلى كل اسكندريه. فاقل حاجه على الاقل لازم تعدل من 1.5 مره ونص عرض الشارع ل3 مرات عرض الشارع. ده اعتقد يعني ده هيوفي مع الشركات المحترمه اللي شغاله في الموارد في اسكندريه. احنا بالنسبه لمخالفات البناء بنقوم بحملات دوريه في النطاق الحي. مهندس المنطقه بيمر يوميا بيلاحظ اي مخالفه بناء، بيعمل لها قرار ايقاف ومحضر مخالفه ومحضر استئناف اعمال وغرامه وازاله، قرار ازاله وغرامه يوميه. بننزل المتاح للإزالة اللي هو بيكون مش غير مشغول بالسكان، بيكون حاجة حديثة بنزلها، بيكون في شكاوي ضدها كتير، ده بيتم إزالته. احنا بنطالب بتعديل قانون البناء اللي هو 119 لسنة 2008، لأن احنا بنزيل والإزالة دي ما بنقدرش نحصل حتى الغرامات اللي موجودة على المخالف. ليه؟ لأن معظمها بتكون باسم كواحيل، فاحنا بنطالب إن تكون المخالفة أو الغرامة على الوحدة السكنية. وقد طالب الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية عند وصوله ولقائه بجميع رؤساء الأحياء والجهات التنفيذية مشددا بقوة بتصدي بحزم لظاهرة البناء المخالف بالإسكندرية، وتنفيذ قرارات الإزالة لجميع الأدوار المخالفة بالعقارات
والضرب بيد من حديد على كل مخالف ومسؤول تغاضى عن تطبيق القانون. ومعنا عبر الهاتف الدكتور محمد سلطان محافظ اسكندريه. في البدايه دكتور اسمح لي اقول لك ربنا يعينك على العبء الثقيل ده يا دكتور. شكرا جزيلا وتحت امرك وتحت امر ربنا يخليك يا فندم. يعني الحقيقه الوف او الاف من المخالفات في المباني يا فندم. الاجراءات سريعه بتتم ازاي عند سعادتك؟ وربنا يعينك على المحليات برضه عشان نبقى واضحين اكتر. نعم، هو طبعا هذه مشكله مزمنه في محافظه الاسكندريه، مر عليها العديد من المحافظين، وطبعا هي الاجراءات اللي بيتم اتخاذها في كل فتره هي نفس الاجراءات القانونيه، وهذه الاجراءات لم تنتهي الى حل جذري لهذه المشكله. الحقيقه احنا بنتحرك في محورين او 3 محاور بالضبط مهمين جدا. الاولاني هو الانهاء والانتهاء من مخطط عمراني جديد لمدينه الاسكندريه يسمح بالامتداد العمراني الافقي وليس الراسي، وده كان مشكله كبيره جدا بتؤرق الاسكندريه، لانه مساحات الحيز العمراني المتاح مساحات قليله جدا بالمقارنه بالكثافات السكانيه والاحتياج الى وحدات سكنيه. الحمد لله احنا نجحنا بصوره كبيره جدا مع مكتب متخصص مع معهد التخطيط العمراني مع وزاره الاسكان في عمل امتداد يعني افقي من الجهه الغربيه ومن الجهه الجنوبيه للتخطيط العمراني، وده هيسمح بامتداد عمراني مخطط وهيقلل الارتفاعات الغير قانونيه. الحاجه الثانيه اللي بنشتغل عليها وده برضه في خطوات الحمد لله كويسه جدا هو تعديلات قانون 119 قانون البناء بصوره يكون فيها اجراءات حاسمه وحازمه فيما يخص المخالفين. الحقيقه يمكن حضرتك احد المواطنين وحضرتك بتتكلم بيقول احنا احيانا ما بنعرفش ناخد اجراء لانه القائم بالبناء بالنسبه لنا شخصيه غير معلومه، شخصيه مجهوله، اسماء وهميه. فاحنا الحقيقه طالبنا انه العقاب يكون لكل من يشارك في البناء، لصاحب العقار او صاحب الارض. وايضا احنا الحقيقه بنلوم بعض المواطنين ان هو بياخد وحدات سكنيه او يشتري ويدفع فلوس في وحدات سكنيه في مباني مخالفه، لانه ده بيشجع على المباني المخالفه، لكن لو هذا المقاول او صاحب العقار لم يجد من يشتري منه الشقه او الوحده فلن يبنيها. هو بيغريه برخص السعر يا سياده المحافظ. نعم، هو بيغريه برخص السعر وبيعرضه لمخاطر كبيره جدا، وبيعرض الدوله لمخاطر كبيره جدا واعباء على شبكه المرافق. فانا بقول لكل مواطن ما يشتريش اي وحده في اي مبنى الا بعد الرجوع الى اداره الحي او المحافظه للتاكد من ان المبنى له صادر له تراخيص ومبنى قانوني وغير مخالف. اللي بنشتغل عليها وهي الاجراءات الرابعه السريعه. الحقيقه دلوقتي احنا بنتحرك، اي حد بيعمل شده خشبيه او مقاول بيشارك في اعمال بناء مخالف، الحي ومع مديريه الامن الحمد لله هنا في توافق كبير جدا في الوقت الحالي، بننزل بيتم مصادره الشده الخشبيه ومعدات البناء ومعدات الاعمال، لانه الحقيقه يعتبر مشاركه في عمل مخالف، واحنا بنشدد على ذلك وبنحذر المقاولين اللي بيشتغلوا في هذه الاعمال، لانه احنا دلوقتي بناخد اجراءات رادعه معاهم. والمقاول برضه يا سياده المحافظ يوقع عليه جزاء. نعم، احنا نطلب المقاول والمشارك في اعمال البناء وكمان انا الحقيقه بطلب اللي ياخد وحده مخالفه يستحق ايضا ان يشارك في ذلك العقاب بالفعل. دي مسؤوليه كبيره جدا لانه بيشارك في الفساد بالفعل. ما تعاوناش فيها مش هنقدر نحلها. نعم، وصلت الفكره. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ الدكتور محمد سلطان محافظ اسكندريه.